قرص غسالة الأطباق يا جماعة معمول عشان يتحط في الدرج الخاص بيه، في المكان اللي بتحطي فيه المسحوق. انت لو هتستخدمي المسحوق هتستغني عن القرص، يعني ده بديل لده. أول حاجة، القرص ما بيتحطش في أسفل الغسالة. ليه؟ القرص هيدوب بدري قبل ميعاده، وبالتالي مع أول شوية مَيّة، مع أول شوية شطفة القرص يعني معظمه هيدوب، وبالتالي هتلاقي الأطباق بتاعتِك مش نضيفة. تاني حاجة، القرص برضه ال3 في 1 بيتساب زي ما هو في الكيسة المغلفة بتاعته، بيتساب ما بيتفرفتش. تاني حاجة، بيحتاج درجة حرارة عالية عشان يدوب، يعني البرامج اللي درجة حرارتها أقل من 50 درجة بلاش تستخدمي قرص، حطي بداله مسحوق. يعني لو أنتِ عايزة الquick اللي هو البرامج اللي بتاخد 14 دقيقة أو نُص ساعة دي بلاش تحطي قرص. يعني أفضل برنامج ليه زي الintensive اللي هو من 55 ل60 درجة أو hygiene اللي هو 70 درجة، ده كويس مناسب جدًا ليه، وخصوصًا لو الأطباق بتاعتِك فيها دهون كتير أو مش نضيفة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا لايك عشان يوصلكوا كل جديد. إلى اللقاء.